أغلبنا يعرف إنه لو عنده شخص متوفى فالشخص ده انقطع طبعا عمله من الدنيا، فهو محتاج مننا إن احنا ندعي له. وده الحقيقة كلنا بنشارك فيه لما الشخص صاحب اللي هو من أهل المتوفى ينشر صورة الشخص اللي عايزين الناس تدعي له، أو إن هو ينشر ذكرى ليه، أو إن هو ينشر موقف معاه. فالحقيقة كل الناس بتشارك وبتدعي له إن ربنا يغفر له، ربنا يسامحه، وربنا يدخله الجنة. فكل دي دعاوي يا رب تكون من نصيبه. كمان بيحتاج مننا الصدقة، ان احنا نطلع له صدقات سواء بفلوس سواء باكل سواء بلبس. ان احنا لو في طبعا بالاقارب المتوفى ديت بيكونوا عارفين انه عليه صيام معين، سواء فرض سواء كفاره سواء نذر، وان هم يعوضوا هذا الصيام ويأدوا حق ربنا في الصيام. كمان لو في حد عنده مقدره ماليه ان هو يعمل له عمره او ان هو يعمل له حج. كمان لو هو عنده علم، كتب معينه، فيديوهات نشرها تعليميه، بوستات تعملها على المقالات على الفيس، نبتدي ننشر له هذا العلم على اساس ان هو علم ينتفع به. كل ده احنا عارفينه، ولكن اللي مش واخدين بالنا منه ان احنا كمان لو عملنا عمل صالح وزودنا من اعمالنا وابتدينا نصلي كتير ونصوم كتير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل الاعمال الخير دي، احنا بيها بالعمل الخير ده بنساعد نفسنا وبنساعد الشخص المتوفى ديت. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى، وده فضل من ربنا، وعدنا ان احنا لو رحنا الجنة ان شاء الله احنا واقاربنا، سواء طبعا ابائنا وامهاتنا او ذرياتنا، فلو رحنا الجنة وبس كل واحد فينا في درجة غير التاني، فربنا هيخلي اللي في درجة اقل يطلع للدرجة الاعلى. فسيادتك لما تعمل عمل خير، لان انت لسه عايش في الدنيا وهو خلاص انقطع عمله، فحضرتك ممكن كده تروح في درجة اعلى في يوم القيامة في الجنة باذن الله، ويبتدي يطلع لك ربنا الاقارب دول اللي انت عايزهم يبقوا معاك. فده موجود عندنا في سورة ده موجود عندنا في سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما هيطلع لنا اللي في درجة أقل في الجنة، ده مش هينقص أي شيء من عملنا. فيلا بقى نشد حيلنا ونساعد كمان المتوفى، عشان نلاقي بعد كده حد يساعدنا إن احنا نشتغل على نفسنا ونعمل الخير، بيها هننفع نفسنا وبيها كمان هنقدم هدية للمتوفى إن احنا نرفع درجته أكتر في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.